لتقول الآية بشكل واضح: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، هذه الفئة الطاهرة كلها، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنفى الصهاينة عن هذه السلالة الطاهرة. نلاحظ أن آدم عليه السلام جاء بعده ذرية نوح ثم إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب ثم موسى. فموسى عليه السلام لم يكن من بني إسرائيل، كان من بني إبراهيم ومن بني يعقوب حصرا. فنلاحظ هذه الآية إذا لا تنطبق هذه الذرية مع مقولة إن موسى كان من بني إسرائيل. فموسى عليه السلام هو من بني إبراهيم، من بني إسحاق، من بني يعقوب، وليس له أي صلة مع بني إسرائيل. نلاحظ هذه الآية في سورة آل عمران. فعلا يعني القرآن الكريم مجد أولا أكثر الرسل ذكرا في القرآن الكريم هو موسى عليه السلام، ذكر 131 مرة. النبي والرسول الذي مجده القرآن بشكل لا يوصف هو عيسى عليه السلام. إذن عيسى عليه السلام ورد في القرآن الكريم مع أمه مريم 64 مرة. مع احترامنا لرسولنا الكريم ذكر في القرآن الكريم 4 مرات. إذا محمد ذكر 4 مرات، عيسى 64 مرة، موسى عليه السلام 131 مرة. في القرآن الكريم لا يوجد سورة تسمى سورة آمنة بنت وهب، لكن يوجد سورة مريم. إذا مريم أم عيسى عليه السلام لها صورة، والمرأة الوحيدة التي ذكرها القرآن صراحة باسمها هي مريم، قال امرأة لوط. إذا مريم عليها السلام. لا يوجد في القرآن الكريم مع احترام له سورة تسمى سورة بني هاشم أو بني عبد المطلب، لكن يوجد سورة آل عمران. السيد المسيح أسرته لها صورة كاملة. إذا العشاء الأخير أو العشاء الرباني عند السيد المسيح ثبته القرآن الكريم في سورة المائدة، لم يمر عليه مرور الكرام. فالقرآن الكريم يمجد عيسى عليه السلام وأمه مريم بشكل لا يوصف. لذلك إن الله اصطفى آدم فقط، ونوحا لم يقل آل نوح، وآل إبراهيم وآل عمران. أشرف عيسى عليه السلام على العالمين. واضح النص: ذرية بعضها من بعض. إذا ذرية بعضها من بعض، ولم يدخل ضمن هذه الفئة لا إسرائيل ولا بني إسرائيل. لكن من هو إسرائيل أمام هذا النص؟ إذا طالما أبعدنا إسرائيل عن ذرية إبراهيم، ورد ذكر إسرائيل كاسم علم منسوب لذاته فقط، أي في غير معرض ذكر بني إسرائيل. ذكر إسرائيل إذا ورد إسرائيل كاسم علم ولم يذكر ضمن بني إسرائيل كقوم. ورد مرتين فقط في القرآن الكريم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي أن إسرائيل لم يكن نبيا بالأصل، لأن النبي لا يحرم الأشياء من ذاته، يحتاج إلى نص إلهي. إذا نلاحظ أن ووهبنا له إسحاق ويعقوب. الموضوع الهائل في سورة مريم نلاحظ الآية بشكل دقيق وواضح. الله يقول: ووهبنا له أي إبراهيم إسحاق ويعقوب، لم يقل إسرائيل، وكلا جعلنا نبيا. واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إدريس، إلى أن يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. هنا بقى بيت القصيد: ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. إذا ذرية إبراهيم شيء وإسرائيل شيء آخر. إذا ومن ذرية إبراهيم الرسل والأنبياء الذين مروا معنا، وإسرائيل. فلو كان إسرائيل من ذرية إبراهيم لا يوجد داع لأن تقول الآية: ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. إذا إسرائيل شكل ذرية أخرى ليس لها علاقة، حيث نلاحظ بينما ورد في سورة مريم حيث تم ذكر جميع رسل الأنبياء ما عدا 2 هم إسرائيل وإدريس. لماذا ذكر إدريس فقط هنا كاسم علم؟ هذه الحقيقة التاريخية تظهر أن النبي إدريس
كان أول الأنبياء من بني إسرائيل وهو نبيهم الوحيد. لذلك نلاحظ لقد كان كافيا لبني إسرائيل، طبعا قلنا وإسرائيل لم يكن نبيا، أن يكون الله قد أرسل لهم إدريس فقط رسولا منهم، لكنهم قتلوه فرفعه الله إليه مثل ما رفع عيسى. في القرآن الكريم الله رفع اثنين فقط، فعن إدريس قال تعالى ورفعناه مكانا عليا. عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، هذا ضد الفكرة الصهيونية، فإدريس عليه السلام أيضا رفعه الله مكانا عليا. هنالك أولاد كثر لآدم. نلاحظ أن هنالك أحد أبناء آدم كان يدعى إسرائيل. لماذا كان يدعى إسرائيل وليس يدعى قابيل كما بينت الدعاية الصهيونية؟ لا يوجد في القرآن الكريم إطلاقا لا اسم قابيل ولا اسم هابيل. من أين جئنا بها لا ندري. إذا فقط هذه الدعاية، لكن هنالك ولد آخر تقي منه جاء إدريس، ووردت هذه السلالة التقية إلى إدريس إلى نوح عن طريق سام إلى إبراهيم فالنبوة والكتاب. هنالك سلالة فاسدة شكلها ابن آدم الآخر. إذا هذه السلالة يعني مر معنا أنها عبرت مع نوح وليس من ذرية نوح، ذرية من حملنا مع نوح. هذه السلالة غير مستقرة مذبذبة بشكل دائم. قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. آمنوا بعزير أولا كفروا بعزير بعد أن أماته الله 100 عام ثم بعثه، آمنوا به ثم آمنوا بموسى، كفروا بعيسى عليه السلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر، إذا كفروا بعيسى وازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. لذلك هذه السلالة قلنا أنها سلالة مستقلة. إذا هنالك إسرائيل وليس قابيل. ورد في سورة المائدة هذه الحقيقة التالية: إذا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فابني آدم ما قتل أخوه مشان أخته، قال بعطيك أختي وما بصير تاخذ أختك، هذا الموضوع الكامل. إذا تمت عملية إنه كان حواء عبدولة صبي بنت وصبي بنت، فهذا بده ياخذ أخت هذا وهذا بده ياخذ أخت هذا، فواحد أخته أحلى من الثاني بده ياخذ أخته التوأم. جاءت هذه الفكرة الدعاية الصهيونية فقتلوا مشان أخته. بالحق كان القتل لأجل التقوى، وحتى هذه اللحظة لا يقتلون الصهاينة إلا لأجل التقوى فقط، وقتلهم الأنبياء، يقتلون الأبرياء، يحرقون بالفوسفور الأبيض والفوسفور الأحمر، من طبيعتهم القتل. فإسرائيل لماذا؟ أنه ابن آدم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. إذا القتل لسبب التقوى. قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى أن تقول الآية الكريمة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. لماذا جاءت الآية بعدها؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما علاقة أولاد يعقوب في ابن آدم؟ إذا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. لذلك كتبنا على أولاده أنه لا تأخذوا سنة القتل اللي وضع أبوكم اللي كان اسمه عبد الله وإسرائيل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل على أولاده. إذا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، فالرسل من بني إبراهيم أرسلوا إلى بني إسرائيل فقتلوهم. لذلك رسلنا ثم إن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض لمسرف ويعصون في الأرض فسادا بما يسمى